الله ونعم الوكيل. تطرح فرح، حسب روحك انت هو البطل، انت هو الشجاع، حسب روحك راك وصلت هو بعده ما يدير لك، هو خلى امرك لربي، هو رب سبحانه وتعالى الوكيل. ومن كان الله معه ما يحتاج لغيره. اللي مع ربي سبحانه وتعالى خلاص هو اللي يدافع عليه. ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى لأنصرنه ولو بعد حين؟ ولو بعد حين. قضية ترويع المسلمين لا يجب الاستهزاء بها. لذلك صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مر على قوم كما ذكر جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإغماد السيوف. السيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدخل في غمده. السيف ما دارش سيدنا رسول الله باه نتباهوا به، باه نجلسوا بعباد ربي، ما دارش هذه سيدنا رسول الله. السيف كان في وقتها الناس قاتل به، تفتح به البلدان. 17 سنة أسامة بن زيد يحمل السيف يقاتل الروم، يخرج لقتال الروم 17 سنة. اليوم تلقاه فيها طولته مش عارف انا بيلي الله يبارك ولا حيط وحامل لي سيف ويروع به المسلمين، مش يبقى خارج للجهاد ولا لفتح بلاد الاسلام، لا يروع اخوه المؤمن. المصطفى عليه الصلاه والسلام مر يوما على احد الصحابه لقاه مع بعضهم جابدين السيف، وكل واحد يقول عندك سيف يا شباب، عندك سيف يا شباب. فنظر إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا سيوفكم وضعوها في الغمد. فأغمد الصحابة سيوفهم. أما كنت قد نهيتكم عن هذا من قبل؟ زعمت يا رسول الله، يعني ماشي هضرت معاكم من قبل قلت لكم ما نشوفش واحد جابت سيف وهزها في يده؟ أما كنت نهيتكم عن هذا من قبل؟ فنهرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ماشي غير على السيف، تكلمك وش انتم قلنا الحديدة بار تحديد أو أي كان، وكل يوم نسمعوهم قال ضربة بار تحديد، ضربة مش عارفة بوشية، ضربة يا واحد السماوات الله يبارك يا سيدي. راهم يتفننوا حتى في التسميات صح ما عليناش. سيدنا رسول الله قال لك حديدة سميها واش ما بغيت. نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما إلى أحد الصحابة وش شافه؟ هز نبل ودخل به المرش. قامت العيد، أنا دوك نقرب قيامة العيد الكبيرة الناس تخرج بها تمضي للراس والشواقير ومانيش عارف أنا، وتلقاه هزهم 3 في يده ولا 4 يد فيها شي في هذا اليد شي في هذا اليد ويتمشى. وين هذا؟ رايح نمضيهم غير هنا. هاودي وكان درتهم فيك شي حاجه صح خرج بهم كيما الا انا هنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راى احد الصحابه هز نبل. اخواني هذا كلام نقولوا بان نتعلموا منه وبان نعلموه لاحبابنا واخواننا هذا الناس اللي راهم يديروا في هذه الفعايل ويروعوا المسلمين. شاف احد الصحابه هز نبل دخل به المرشد، فنظر اليه المصطفى عليه الصلاه والسلام قال اذا اخذ احدكم نبله اللي يهز النبل نتاعه فليأخذ بنصاله. وش هو النصل؟ الراس تاع السهم، الراس هذيك الراس تاع السهم فليأخذ بنصاله. هاي القديم مفتوح، هاو السهم، هاو النصل، هذا البلاصه الماضي حمله هنا فليأخذ بنصاله. بلد ما تفهمش. قال ثم ليأخذ بنصاله، ثم ليأخذ بنصاله.
النار، القاتل والمقتول في النار. سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن تصلوا عليه إخواني تقدموا شوية الله يجازيكم خير. كاين شي أخوة بيناتكم تقدموا الله يرضى عليكم تمموا الصفوف. المصطفى عليه الصلاة والسلام نبه كثيرا إلى قضية ترويع المسلمين، والصحابة أخذوا منه هذا. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وندخل شوية في باب السرقة، احنا قلنا أن ترويع المسلمين نريد منه السرقة كذلك. السرقة إخواني المنتشرة والمتفشية في يومنا في زماننا في فصل الصيف هذا، مش عارف بلد هذا الناس يقول لك باللي راهم جاونا ناس ما يعرفونيش ولا جاو هذا ضيوف، هذا الضيوف يليق لك إكرامهم، يليق لك تجتهد في الحرص على أمنهم وسلامتهم. إخواني احنا بلد البلدة هذه تاعنا بلد سياحي، هذه اللي نفهموها. احنا المرتكز تاعنا الاقتصادي هو السياحة. لما نتكلموا على بلدية العنصر وعين الترك كلها دائرة على الترك، يعني الاقتصاد تاعها سياحي، ما عندكش حاجة واحدة أخرى، فانت يليق تجتهد في كل ما ينمي السياحة. هذه الأيام يتكلموا لي على أخ يقول لي واحد من الإخوة إنسان هز قارورة متاع كوكا ويشرب في كوكا، ومن بعد يهز هذيك القارورة يطيشها، فقال له ماشي عليك أكثر من قارورة، قال له علاه ما نرميش، وين غادي نديرها؟ أنا ما نرميش شكل. المحافظة على المحيط مما يجلب السياحة يا إخواني. إذا كان أنا نرمي قارورة والآخر قارورة والآخر كيس والآخر هذه البلدية تاعنا وهذه البلاد هذه الجزائر كلها كيفاش غادي تولي؟ ماشي غادي تولي مزبلة. إذن المحافظة على البيئة والمحافظة على المحيط ونظافته هي من أولويات الفرد، من أولويات كل إنسان مسلم منا. ولذلك أقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كلكم يعرف الحادثة، لما سرقت المرأة المخزومية من بني مخزوم، عليه الصلاة والسلام أراد أن يطبق فيها حتى الشرع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. فأراد أن يقطع يده، فقبيلة بني مخزوم أهمها الأمر، بني مخزوم تقطع يد امرأة منها، فبدأوا يتشاورون فيما بينهم شكون اللي يكلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. القوا أنه أفضل من يكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام هو من؟ أسامة بن زيد الحب بن الحب. فقالوا نروح كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، فحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ شوف المفيد والراه، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. صلوا على الحبيب. لو بنتي فاطمة الزهراء تسرق اقطع يدها. بالله عليكم علاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع اليد؟ تدرون في كم؟ في ربع دينار. تعرف شحال؟ حاجة بتاع 20,000 هكذا تتراوح، يقطع اليد. علاش؟ حتى يقولنا ليس من أمة السارق. ما يليقش تكون فيكم هذه الآفة التي هي السرقة. يروعك ما تكونش سارق عليه الصلاة والسلام. ثم المصطفى عليه الصلاة والسلام مش معنى هذا أنه إذا قطع يد هذا المرأة خلاص هذا المرأة منبوذة في المجتمع، لا، من تاب تاب الله عليه. ولذلك تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذا المرأة وهذه
أعتقد أن الكثير ما يسمعش هذا الشق الآخر، أن هذه المرأة اللي سرقت وقطعت يدها تابت إلى المولى عز وجل، وكانت تجي أم المؤمنين عائشة وتطلب منها وتقول لها حاجتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترفع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيها حاجتها، الشيء اللي طلبه تديه، حتى إذا بها تأتي يوما فتقول لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة أخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أني تبت إلى الله عز وجل. من شدة ما كانت نتمانى قالت لها: قولي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني تائب ربي. فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أخبريها أن الله عز وجل قد تاب عنها وأن يدها سبقتها إلى الجنة. هذيك اليد المقطوعة سبقتها إلى الجنة. شوف المصطفى عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يربي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يرسل إلى امرأة مغيبة. المغيبة هي المرأة التي يغيب عنها زوجها، والمشهودة هي المرأة التي يشهد زوجها اللي معاها رجاء مش يخرج للحرب أو غير ذلك. فيرسل إلى هذه المرأة المغيب عنها زوجها، يرسل أن تحضر إليه. أرسل في طلبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مجيئك. لما قالوا لها كما هكذا بدأت تخمم مسكينة، قلت أنا امرأة وحدانية ورجلها غايب وبالك عمر بن الخطاب راه سمع عليا كيجمع حاجة قالوا له أني درتها ماشي مليحة وراه حاب يحاسبني عليها. فهي خافت من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجت مع من أرسل في طلبه. خرجت مع اللي جاوا عنها وهي في الطريق المرأة كانت حامل